السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة والسلام على رسول الله. البنات اليوم غنوريكم كيفاش تعلموا الماكينة بسهولة، بأبسط الأشياء. يعني تقدري تستعمليهم. بما أنه أول مرة غتشدي الماكينة خصك تحكمي في لاكسيغاتور ديالك هي الأولى. من بعد ما كتحكمي في الكسيغاتور كتولي تجيك الماكينة سهلة. وكيفاش غنتعلموا؟ غادي ناخذوا هذا الورق هذا اللي كنستعملو انا، الباترون ديال الصاله. هذا هو اللي غتحتاجي، وغتحتاجي مسطره كما كانت نوع المسطره انا متوفرا عندي هادو، ومثلث، وهاد نص دائره هذه. المهم هادشي هذا تقدروا تستعملوه بيديكم الرسمه، ماشي بالضروره هادشي هذا. المهم اهم حاجه الورق، حيت الثوب الا خدمتي على الثوب الثوب كيجي صعيب في الخدمه. يعني تحكمي في الورقه هي الاولى، عاد دوزي للثوب. التطبيق يكون في الورقه، عاد ندوزو للتطبيق ديال الثوب ان شاء الله. ندوزو نوريكم دابا كيفاش غادي نستعملوا هادشي هذا. من بعد ما كناخذ المسطره هكا كنسطر ان شاء الله. هكا الورقه هذه راها كبيره، ها هي. مي انا غناخذ غير واحد الطرف حيت ديجا خدمت بها انا غنوريها لكم عندي مطبقه. دابا ان شاء الله غنوريكم غير كيفاش تسطري هكذا ان شاء الله. بسم الله. فاتخ ضروري يكون فاتخ، حيت ستيلو ما رقيق وما تيساعدش في الخدمه. من الاحسن فاتخ هكذا صافي. هكذا باش نتبعوهم ان شاء الله. الخياطه المبتدئه ما كتقدرش تركز على الخط. الا ركزتي على الخط عرفي راسك راكي تعلمتي. الا شديتي راسك خيطتي على الخيط مزيان هنايا، عرفي راسك راه مزيان الحمد لله. الكسيراتور شبرتيه. عاود نشبروا مثلث، هذا مثلث، وكنعملوا مثلثات هكذا. كنتمنى يكون واضح. ها هو هكذا. كيف ما كنعملوا الخط هكا المثلثات، بهاد المثلثات هما اللي غادي ان شاء الله نتعلموا ديك سميتو ديك الخياطه. كتكون في العنق، كتكون في الكمام، يعني في شي خياطات اللي كيكونوا هادين، فهمتي؟ الا تعلمتي انك تخدمي عاود فوق هاد المثلثات غتمشي مزيان. المهم انا ديجا خادماهم بلا ما نطول عليكم الفيديو. ها هما يا ديجا خدمتهم مع هذا. المهم ها كيفاش كنخدموا نصف دائره. عاود انا نوريكم كيفاش كتجي بحال هاد الطريقه هذه. من بعد ما درنا المثلثات ديالنا، دابا ندوزو نديرو نصف دائره ديالنا. حتى هي مهمه اننا تكون عندنا في الخياطه بحال هكذا. المهم نصف دائره كما درتو لها، واخا تجي غير بيدك ماشي مشكل. المهم انني نحرف الخياطه، ما تبقاش عندي نفس الخياطه، فهمتي؟ يعني الخياطه ديالي نعرف نحرفها بحال هذا الشكل هذا. ان شاء الله تعلموا توليو احسن بهذه الطريقه هذه. كنتمنى تكون واضحه بهذه الطريقه هذه ان شاء الله. هذه اللي بقات هكا نخرجوا بها ها. المهم غتخيطوا هنايا، وانا نوريكم التطبيق في الماكينه ان شاء الله يا ربي. تمشي مع الخط وتمشي مع المثلثات وتمشي مع نصف دائره كيف ما قلت لكم في هذه الورقه هذه. ها انا مطبقاها بالخياطه، تعليم بعض اخوات هكذا. ومن بعد ندوز معكم كيفاش تركبوا الخيط وكيفاش تديماريو الماكينه. المهم من الصفر، هذا التعلم هذا من الصفر. المهم البنات دابا ندوزو نعلمكم كيفاش تركبوا الخيط اول مره في الماكينه، وان شاء الله ندوزو لتطبيق الخياطه. بالنسبه لي انا نحط هذا هنايا المقص. ضروري المقص البنات، ضروري سنتيم. حتى شوفوا ما نحتاجوش دابا في الماكينه، ولكن ضروري الخياط يكون عنده مقص. المهم كنخشيو الخيط من اللور وكنجبدو من القدام. من بعد غادي نشبروا الخيط وغنعملوه هنايا. كاينه اللي كتكون عنده هذه، انا زولتها كانت هرزات لي زولتها ماشي مشكل. يعني لا عندك غتشي فيها عادي، كتكون واحد الخطيب هكا تشي فيه من تما، كتخرج عاود من هنا كتولي عاود تخشيها من هنايا بحال هكا.
كنجيو للطونسيون، كان هكا نحملو الخيط من تحت، كاينه واحد السليك ها هو كنهزوه كيدخل فيه الخيط هكا. عاود كاين هاد الكروشيه هادي، الكروشي كنخشيوه فيه هكا، ساهل تركب الخيط. عاود من كنشبرو من النص ديال ما بين الكروشي والسليك كنخشيوه في ديك الكروشي اللي عامل هكا بحال هكا. نتمنى يكون واضح. وكنجيو هنا لهاد الكروشي اللي كاين هنايا، كنحشيو فيه ديك الخيط ديالنا هكا، وكنديروه هنا عاود. خلاص هذه الليبره حتى هي كنديرو فيها هكا، وكنحشيو من الليبره، كنحشيو من الجهه د اليسار. الخيط كنسيبوه من الجهه اليسار، لا اللي بغى يحشي في ديك هذا اللي مبغاش بلاش. المهم ماشي ضروري ديك هاد العوينه اللي حدا الابره. هذا الطونسيون خلاص راه كيريقل. بغيتي تنقصي دزيار، بغيتي تزيدي هكا تنقصي هكا. المهم شتيو العينينه د الابره فيها الخيط هكا. خلاص الكانيطه كنجبدوها بحال هكا من تحت، كنجبدوها كتكون ديجا عامره، خصها تكون ديجا عامره. الا كنتو ما كتعرفوش تعمروا كانيط خليوها لي في كومونتير نوريكم كيفاش تعمروا كانيطه وكيفاش تركبوها. المهم دابا انا كنقول لكم كيفاش تركبوا الخيط في الماكينه، حيتاش هذا الشيء هذا كامل تعلموه في خطره واحده بزاف. الفيديو عايشي طويل بزاف. المهم بحال هكا، وكنعملوا نحاول انني نقرب لكم السباطه وهذيك الرجل باش كنهز السباطه. المهم من هنا كنهزو السباط، الا بغينا نهزوه من هنايا كنعملوا الرجل ديالنا وكنهزو السباطه بحال هكا. وخلاص هذه لاكسيغاتور حتى هي خصنا نتحكموا فيها غير بالتي هي احسن. علاش قلت لكم تعلموا في الورقه احسن، حيتاش الورقه كتعلمنا انضباط، كتعلمنا اننا نخدموا وحنايا منضبطين. الثوب لا، الثوب كتخدم وانتينا كتعوج وكيجيب لك الله راه انت غادا مزيانه. خاصك تعلمي في الورقه عاد ندوزو للتطبيق ديال الثوب. خلاص هذه منين كنشعلوا الماكينه اون هي اللي كنشعلوا الخضراء، هي اللي كتشعل لنا الماكينه. اوف هي اللي كتطفي لنا الماكينه. يعني حنا دابا نشعلوها نديروا اون. دابا غنبداو ان شاء الله التطبيق ديال الخياطه. غنبدا معكم واحد السطر ومن بعد شويه المثلثات باش الفيديو ما يجيش طويل. نتوما غتطبقوا داكشي اللي هذا كان. المهم نخرجوا ليه بعدا الابره، خرجوا الخيط من الابره ها هو خرج كيف ما كتشوفوا ها هو خرج. كنعاودوه بحال هكا، كنستعنوا بالمقص على حسب ما نجروش الخيط باش ما تخسرنا لا كروشي ولا الابره بحال هكا. وكنبداو ان شاء الله بسم الله توكلنا على الله. كنبداو نخيطوا كنديروا هكذا. كنبداو ان شاء الله نخيطوا بحال هاد الطريقه هذه. كنتمنى تكون واضحه الطريقه هذه هكا. بالنسبه للمبتدئه غتجي لها شويه صعيبه، ولكن غير شويه بشويه تغتعلمي ان شاء الله يا ربي، والله يسهل الامور للجميع. نتمنى لا تبعتي هاد الخطوات بالتفصيل ان شاء الله غتعلمي بسهوله وبالسربه. دابا لازم هاد الخط دابا غندير معكم ان شاء الله مثلثات بهاد الطريقه هذه هكا. اش نقول لكم انا، مثلث مهم على حسب انه واخا كتعوجي فيه وما كتخدميش فيه مزيان، ولكن راه في الصالح ديالك. يعني انت في الخياطه اي ظروف تحطيتي فيها غتخدمي مزيان. يعني اي حاجه تعطات لك غتخدميها. كل شي حاجه في البلدي. دابا انا ان شاء الله نخدم معكم البلدي، نبداو ان شاء الله نخدموا البلدي، نخدموا اي حاجه ان شاء الله يا ربي بحال هكذا. المهم انا غنوقف الفيديو على حسب باش ما يجيش طويل بزاف. البنات كما قلت لكم ها نتوما بعد ما كملت هذا الشيء هذا، حيت هادو خدمت بهم ديجا بزاف، يعني تعلموا فيهم بزاف. الورقه كتقطع مي ماشي مشكل. حنا عندنا الغرض اننا الخدمه ديالنا نحكموها ونحكموا لاكسيغاتور ديالنا. المهم دابا كنتمنى يكون واضح الشرح وداك الشيء يكون يعني فادكم. الدرس الجاي ان شاء الله غنشوفوا كيفاش نطبقوا على الثوب، كيفاش نخدموا على الثوب. كنتمنى اللي استفدت من هذه التجربه هذه تقول لي
باش ندوزو للتطبيق في الثوب. وان شاء الله هتحتاجوا ريجستر باش نحكموا كيفاش نشبروا العبارات، كيفاش نشبروا العبار. ولا عنده شي سؤال يقولوا لي في الكومنتير. ولا عجبكم الفيديو طبعا اعملوا اشتراك باش يوصلكم اي حاجه حطيتها، وفعلوا الجرس. وشكرا ومرحبا بكم.